تعالوا بقى نعمل وجبة اقتصادية جدا بسمكتين مكاريل، بس هنطلع كمية كبيرة جدا من السمك. اول حاجة هنجيب السمكتين بتاعتنا ونفتحهم بالشكل ده، ونبتدي نشيل اي شوك فيها بالسكينة او بايدينا، ونبتدي ان احنا نقصقص السمك على شكل شرايح زي ما بنقصقص السمك الفيليه بالظبط. وهيبقى السمك كده مخلي من الشوك وعلى شكل شرايح، هيطلع معانا كمية كبيرة جدا تكفي مثلا من 6 ل7 افراد. لازم كلنا نعملها وجبة اقتصادية بسمكة واحدة او سمكتين، هنطلع كمية كبيرة اوي. زي ما احنا شايفين نقصقصهم كده بالمقص على شكل شرايح، وبعدين هنجيب الصينية بتاعتنا ونبتدي ان احنا نحط السمك بتاعنا كده في الصينية علشان هنبتدي ان احنا نتبله. شايفين شكله يا جماعة؟ بيبقى مخلي، ونحاول على قد ما نقدر ما نسيبش فيه اي شوك. شايفين الكمية طلعت قد ايه من سمكة او سمكتين؟ بس بجد اقتصادية وهترمي. هنحط بقى معلقة من توابل السمك، وبعدين هنحط معلقة من السبع بهارات وكلهم معالق صغيرة، معلقة من الملح زي ما احنا شايفين كده، وبعدين هنحط معلقة من الفلفل الأسمر، وطبعا السمك بيحب جدا جدا الكمون فهنحط معلقة من الكمون، وبعدين ليمونة وهنعصرها على السمك بتاعنا، وهنحط كمان شوية من الخل علشان الخل بيخلي السمك بتاعنا فيه مزة حلوة كده. على جنب بقى هنجيب طبق فيه دقيق ونحط عليه معلقة كبيرة من النشا، معلقة بابريكا صغيرة، وهنحط معلقة من برضو بهارات السمك، هنحط كمون و7 بهارات وملح وفلفل أسمر، وكل التوابل بتاعتنا هنحطها ننزل بيها على الدقيق وعلى النشا وكزبرة وكل حاجة كل حاجة. نخلط بقى كل الحاجات دي مع بعض كده، وهنبتدي ان احنا نحط على السمك بتاعنا فلفل وتوم مضروبين في الخلاط، عليهم شوية ليمون وخل، ونمسك السمك بتاعنا ونتبله في الدقيق كده، ونملاه دقيق كده، نغرقه دقيق زي ما احنا شايفين. نبتدي من على الوش والظهر ندهنه دقيق. طبعا الخليط اللي في الدقيق من التوابل برضو بيدي طعم للسمك غير التتبيلة اللي احنا تبلنا بيها السمك. بجد هيبقى طعم وهم. وشايفين الكمية دي بجد تكفي من 6 ل7 افراد زي ما انا قلتلكوا. لو اي حد عنده سمكة مكاريل ممكن بدل ما واحد بس ياكلها تلاقوا 6 7 بياكلوها زي ما انا بقولكوا كده. طاسة وفيها زيت مغلي، وهننزل عليها بالسمك الشرايح بتاعنا اللي احنا عملناه، وهيطلع طعمه تحفة كده زي الفيليه، ومفيهوش شوك ومريح في الأكل لأي حد هياكلها. ونبتدي بقى بعد ما نسيبها كده في الزيت نقلبها على الوش التاني، ولما تاخد لون ذهبي كده يا جماعة نبتدي ان احنا نقلبها على الوش. اللون طبعا برضو بيفرق في الأكل، عايزين لونها يبقى ذهبي كده وجميل. شايفين؟ تحفة 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 تحفة، وطعمها هيعجبكم قوي قوي. طبعا في طبق وفي مناديل هنبتدي ان احنا نطلع السمك بتاعنا علشان يصفي الزيت بتاعه كده. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ وانا حبيت ان انا اقدم السمك بتاعي ده مع رز بسمتي، بجد كان خطير، ميكس حلو جدا، والسمك طلع كمية حلوة قوي قوي. وهنزل لكم بطريقة عمل الرز البسمتي بطريقة حلوة خالص. قدمت الطبق كده مع شوية خيار وشوية طماطم والرز، بجد حاجة عظيمة عظيمة عظيمة. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. باي باي.